مش انا عملت لك فيديو قبل كده وقلت لك بلاش سي في جنرال وبلاش التمبلتس بتاعت السيفيهات اللي بتجيبها من سايبر ومعابير وانت برضه ما اقتنعتش؟ تعالى بقى اقول لك ليه الشركات بترفض السي في بتاعك. بس قبل ما اقول لك ما تنساش بقى تعمل فولو ولايك والحركات اياها. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. صديقي الموظف اللي بيجري على اكل عيشه، الاي تي اس هو السبب. ايه الاي تي اس دي؟ جامعه يعني؟ اقعد هزر انت بقى وقضيها قلش. الاي تي اس ده اختصار ابليكانت تراكنج سيستم، وده يا سيدي سوفت وير شركات التوظيف بقت بتعتمد عليه عشان يعمل فلتره للسيفيهات اللي بتتبعت للشركه ويوفر عليهم هلك من وقت وفلوس، وبيعتمد على كلمات معينه من مهارات او خبرات الشركه بتدور عليه. ولو الاي تي اس ده لقاها في السي في بتاعك مبروك عليك، عديت المرحله الاولى، ولو ما لقاهاش يبقى انت اتقلشت يا نجوميه. طب والحل؟ الحل قلته لك والله من زمان. اقرا كويس الجوب ديسكريبشن بتاع الشغل والمهارات المطلوبه واعمل سي في مخصوص لكل وظيفه انت مقدم عليها، وساعتها مبروك عليك مكالمه الانترفيو. ولو جات لك المكالمه هتلاقي سلسله كامله عن الانترفيو اتفرج عليها، وما تنساش تقول لي في الكومنتس عملت ايه.